حين لا يكون التتويج صدفة، وحين لا تأتي الكأس من باب الحظ بل من عمق الفكرة، ويعرف التاريخ أن عليه أن يفتح صفحته البيضاء. فكأس العرب لم يكن المغرب فريقا يبحث عن لقب، بل فكرة تمشي على عشب الملعب، وإرادة تعرف طريقها حتى وإن طال السفر. هنا لا يرفع الكأس احتفالا فقط، بل شهادة على أن الصبر حين يقترن بالإيمان يصنع مجدا، ويقنع الزمن بالتصفيق. طارق السكيتوي وولدته أبطالا لكأس العرب لسنة 2025. أهلا بكم. البداية ستكون من أول صافرة للمقابلة، أو قبل الصافرة الأولى، بل بالتشكيل الذي لم يتغير عن مباراته السابقة. دخل الرفاقاء كريم البركاوي المباراة بأفضل طريقة، وهي صاروخية من طنان تسكن شباك وسام أبو علي بطريقة أسطورية من ما قبل وسط الملعب. إصابة الحارس وهدف أول للمنتخب المغربي. ما بعد الهدف الأول رأينا منتخب مغربي مغير يدافع ويبحث عن الهجمات المرتدة، فيما المنتخب الأردني مبعثر فكريا وتمريرات خاطئة كثيرة، إلى حين خروج كريم البركاوي بداعي الإصابة. سنعود إلى هذه الإصابة وإصابات أخرى. سينتهي الشوط الأول ويبدأ الشوط الثاني. الأردن تعدل الكفة عن طريق علوان برأسية، ارتقاء لوحده، غائب تمركز المدافعين سواء مساوي، وأيضا بوفتيني. ستقول لماذا لم يرتقي بوفتيني؟ سيتضح أنه هو الآخر مصاب، وسيخرج هو الآخر وبنفس المشكلة. هذه المشكلة هي مشكلة التسخينات، والمشكلة التي خرج بها هذا الثنائي وهي من عضلة أو ما يسمى باللغة الفرنسية ليزانديكتور. هذه المنطقة بالضبط تخلي تكون سببها يعني لي شوفمون اللي يكونوا قبل المقابلة ماشي بطريقة أفضل. فمني كتكون بارد بهذا المعنى وتدخل المباراة ومثلا كرة بركاوي اللي ضربها بالجد خلات رجله تحس بشوية عياء، ولا بحال قلتي انفصلت عن مكانها بنوعا ما. ماشي إصابة خطيرة، ولكن صعب أنها تحل مشكلتها يعني في أثناء المقابلة. هذا الشيء اللي وقع لبوفتيني، وتراكمت على بوفتيني وقرر أنه يبقى، ولكن قال له سكيتوي ستخرج، وأدخل مكانه مهديوي. مكان مهديوي كان خلاه وسط ميدان، خلى أنس باش يرجع قلب دفاع مكان أنس باش وسط الميدان. أنس باش يمشي يلعب مكان بولكسوت كجناح كظهير أيمن، وبولكسوت يلعب جناح أيمن. لكن ستأتي بطاقة، ستأتي بالطبع ركلة جزاء بسبب مهديوي، لمسة يد سجلها علوان هداف البطولة، قبل أن يعود عبد الرزاق حمد الله من أنقذنا في هذه المقابلة بعد دخوله سيسجل هدفين. الهدف الأول في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، والهدف الثاني في الأشواط الإضافية. هدف يساوي اللقب وسعى اللقب، وتتويج مغربي رائع. صراحة اللاعبين قاموا بجهدهم وأكثر، قدموا بطولة عالمية تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وكما قال طارق السكيتوي: من تواضع لله رفعه. طارق السكيتوي إنسان مجد خلوق، صراحة أغرمنا بشخصية هذا المدرب الرائع. وكما قال حريمات الجميع لعب وتقاتل من أجل هذا اللقب، من أجل طارق السكيتوي. هنا نعرف ماذا كمية الحب التي يعطيها هذا المدرب للاعبيه داخل غرفة الملابس. ولكن هنالك لقطة وقعت أثناء تتويج المنتخب الأردني، ما عرفتش واش الجميع رد ليها البال ولا لا. المهم أنا أتحدث عليها، هو أنه أثناء تتويج المنتخب الأردني ومع بدايتهم، اللاعب الأول سيمر السكيتوي سيمد يده باش يسلم عليه، اللاعب ما ردش عليه. نقول هذاك الأول ما شافوش، الثاني سكيتوي مد يده راح يخلي يده تقريبا لثواني، ولدرجة أنه لمسه وقال له سلم، ما سلمش، يعني تجاهل، يعني تجاهل واضح. ولكن ما خلناش الكاميرا مان نشوف اللقطة كاملة، وتغاضى عنها ورجع لمنطقة أخرى. مثل هكذا لقطات توضح أنه بعض اللاعبين المنتخب الأردني يوضحون غياب الروح الرياضية بالنسبة لهم. أتمنى أنه ما يكونش هذا المشكل، ومبروك للمغرب لقب جديد للخزينة في انتظار كأس أفريقيا. كان معكم يونس في رعاية الله، إلى اللقاء.